ومن هنا بقى نروح للحظة المنتظرة. إيه الفرق بين البروكسيمول والنوريفين ومين الأفضل؟ أول حاجة طريقة الشغل. البروكسيمول شغله الأساسي إنه يرخي الحالب ويقلل الماس ويساعد الرمل أو الحصوة تنزل، وكمان في مادة مطهرة بتنظف مجرى البول من أي بكتيريا ممكن تكون سببت التهابات. أما اليوريفين فشغله الأساسي إنه يدوب أملاح حمض اليوريك ويقلل الالتهاب الناتج عنها، خصوصا في حالات النقرس أو التهاب المفاصل. وفي كمان مهدئ لعضلات الحالب ولكن ما فيهوش مطهر بولي. تاني حاجة الحالات اللي بيتوصف فيها، لو معاك حصوة صغيرة أو رمل في الحالب مع مغص أو حرقان في البول فالبروكسيمول هو الأنسب لأنه بيهدي التقلصات وفي نفس الوقت بينظف مجرى البول. أما لو بتعاني من نقرس أو أملاح يوريك زايدة أو وجع في المفاصل بسبب الأملاح فاليوريدين هو الأفضل لأنه بيهدي الالتهاب وبيساعد على إذابة الحمض. تالت حاجة بالنسبة للأعراض الجانبية، البروكسيمول أعراض الجانبية أقل، وأكتر حاجة ممكن تحصل هي دوخة بسيطة أو تعب لو عندك مشاكل في الكلى أو الكبد. أما اليوريفين ممكن يسبب إسهال أو مغص في البطن وده بيحصل أكتر بسبب المادة اللي بتعالج الالتهاب خصوصا لو الجرعة زادت. رابع حاجة بقى الأفضلية، ويعتبر مفيش واحد أحسن من التاني على طول الخط، كل دواء ليه دور. البروكسيمول أحسن للحصوات والمغص والالتهابات البولية، أما اليوريفين أحسن للنقرس وأملاح حمض اليوريك والالتهابات المرتبطة بيهم. والخلاصة لو وجعك سبب رمل أو حصوة أو مغص فاختار البروكسيمول، أما لو وجعك سبب نقرس أو أملاح زايدة عاملة التهابات فاختار اليوريفين. وبكده نكون فرقنا بوضوح بين اليوريدين والبروكسيمول وعرفنا إن واحد شغله الأساسي يهدي الالتهاب ويدوب الأملاح، والتاني يريح المغص ويفتح الطريق للحصوة تنزل ويطهر مجرى البول.